نجمع كده عشان اقول لكم ايه اللي حصل. احنا بننضف الفراخ. رحت يا حبايبي عند الفراخ الصبح. دولت كانوا 6 فراخ، انا كنت سايباهم عشان اذبحهم، 2 بتوع حماتي و4 بتوعي. رحت الصبح سبتهم لحد ما كبروا، كانوا بسم الله ما شاء الله، كان الواحدة فيهم 3 كيلو ونص. لقيت واحدة ميتة وما فيهاش اي حاجة. زعلت جدا ومش عارفة اعمل ايه. حماتي ليها 2 وانا ليا 4، فبقول اديلها واحدة واخلي ال4 بتوعي، واقول لها ان واحدة ماتت. فمش عارفة ولا اديلها بتوعها، الاتنين بتوعها، واخلي ال3 وربنا يعوض عليا بقى وخلاص. هي كده كده يعني انا يعني هي شارياهم مني، فمش عارفة اعمل ايه. زعلت جدا والله بصراحة. الفرخة كانت بسم الله ما شاء الله، يعني وزنها يجي 4 إلا ربع كمان. بس الحمد لله، يعني فدا عيالي او فدا جوزي او فدا اي حد. الحمد لله. يعني الواحدة بتزعل شوية بس خلاص، يعني قدر. والحمد لله ان هي بتيجي في حاجة زي كده، ما بتجيش في حاجة يعني بني ادم. فشاركوني بقى، قولوا لي اعمل ايه. اديلها الفرختين بتوعها واخلي لي ال3، ولا اديلها واحدة وانزل لها في سعرها وخلاص. هي كده كده اللي ماتت. صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالوا نضفوا معانا فراخ الصبح. انا ما روحتش السوق. يلا حبايبي قولوا لي اعمل ايه. مين اللي بيحب تربية الطيور؟ بس هي اعمار، يعني الحمد لله على كل شيء. احنا بنقول عندنا لما بتحصل حاجة زي كده ملناش نصيب فيها، يعني ربنا قطع منها النصيب او كده فخلاص. نقول الحمد لله وخلاص ونصيبنا كده. بس انا مش عارفة بقى اديلها فرختين ولا اقول لها، ولا مش عارفة اعمل ايه. والله بجد انا محتارة في حاجة زي كده. هي بسم الله ما شاء الله، شوفوا انا سبتهم لحد ما كبروا جدا زي ما انتوا شايفين كده. ذبحت اللي ذبحته، مثلا قلت هذبح شويه للشاوي، ذبحتهم لما كبروا كده. جيت النهارده ابص عليهم لقيت واحده ماتت. والله انا بقول كده برضو. القدس ربنا يبارك فيك يا رب. والله انا بقول كده، يعني بقول سبحان الله، ربنا هيزيد ويبارك يعني. وما فيش الا انا وولدين وبنت صغيره ما بتاكلش. وان شاء الله هجيب على طول، يعني هنضف المكان كده واطهره واجيب غيره. وبلاش ازعلها وخلاص. وفي نفس الوقت بقعد اقول ايه ده، هي لوحدها وخلاص اديها لها كده وانزل لها في سعرها شويه و... واعمل وادي لها واحده. بس مش عارفه بصراحه، بس برضو برجع اقول زيك كده ما انت بتقولي لي. بس بصراحه انا حزنت عليها قوي. تعرفين لما تكون صغير، يعني انت لسه شارياه وماتت او كده، ما بحزنش، يعني بقول الحمد لله ان هي لسه ما كلتش ولا تعبتني في تربيتها ولا كده. بس لما تبقى كبيرة كده وانتي رايحة اصلا واخدة السكينة وحاجتك ورايحة على اساس ان انتي خلاص بقى، تبص تلاقي المنظر ده منظر حزين بصراحة. بس الحمد لله. وبرضه نفكر في كلامك وممكن نعمل زي ما انتي بتقولي لي كده. حضرتك منين؟
يلا يا جماعة اجمعوا كده معايا وقولوا لي، كل واحد يقول لي رأيه. انا كده كده عندي في الفريزر اساسا يعني، دولت انا ذبحتهم. كان عندي من الدورة اللي فاتت صدور، يعني صدور كتير، يعني الدورة اللي فاتت خدت الصدور بتاعتها كلها. الدورة دي بقى لما لقيت انا عندي صدور كتير من الدورة اللي فاتت، فقلت ايه، قلت هذبح 6 كده عشان اشويهم صغيرين يبقوا للشاوي اي حاجة. يعني انت اكيد بتحتاجي فراخ صغيرة، بس بصراحة ندمت على اني عملت حاجة زي كده. شيماء حبيبتي ربنا يبارك فيكي. يع لا والله احنا مش مقرفين ولا حاجة، امال انت بتاكليها ازاي؟ في الدين الإسلام لا يجوز المرأة تذبح، ولازم راجل، وإذا لا يوجد راجل هي تحط السكينة بإيد ولد صغير وتساعده مش عندنا، معرفش حاجة زي كده. أنا معرفش حاجة زي كده، وأنا أصلا بذبح الفراخ لوحدي يعني على نفسي. أهم حاجة إن أنت تسمي الله وتشاهديها، يعني تتشاهدي على الفرخة وأنت قبل ما تذبحيها وخلاص. احنا عندنا يعني كل الناس بتعمل كده عندنا في المكان اللي احنا فيه. مفيش اصلا عندنا هنا، مفيش رجاله بتذبح خالص. والله بجد مفيش هنا خالص اي راجل بيذبح او لهم في الكلام ده. احنا عندنا الرجاله شغل بس. حتى في محلات الدواجن برضو الستات هي اللي بتذبح مش الرجاله. هو حضرتك منين؟ يا يا امال انت بتاكليها ازاي؟ هي بتتعمل كده قبل ما انت تاكليها برضو. في ناس عندنا هنا بياخدوا الفراخ، مثلا لو هما بيربوا فراخ او كده بياخدوها يودوها عند ناس في البلد، في المكان، محلات يعني بتنظف الدواجن وكده. بس انا بصراحة ما بحبش كده، لان بخاف ان هما يبدلوا الفراخ. مثلا انت مربية الفراخ دي على ايدك وعارفة انت مربيها ازاي، ولا ادوية ولا حاجة خالص. مثلا لو تعبوا مني او حاجة بحط لهم حاجات طبيعية، بصل، توم، ليمون، جنزبيل، الحاجات دي. انما هناك فانا بخاف بصراحة، وعمري يعني لو ربنا اراد كده في مرة واشتريت فرخة، والله يا حبايبي ببقى قرفانة منها جدا. ليه بقى؟ ما اعرفش، بس انا بحب اربي يعني الفراخ دي بحب اربيها عشان اعرف ان انا اكل منها. تربية يعني بالنسبة لي بحبها، او بمعنى اصح يعني غاوية. انا غاوية تربية طيور. حبيبتي من فلسطين، ربنا يبارك لك يا رب كده ويفك كربكم. انت ما تعلميش والله بجد. انا جيت في الفترة اللي فاتت دي قلبت القناة كلها عن فلسطين من كتر حزني على اللي انا بشوفه، وبرضه من كتر ان انا ايدي متكتفة يعني حاسة بالعجز، وحاسة ان ربنا هيحاسبني ان انا ساكتة عن حاجة زي كده يعني. فقلت هي كده كده اصلا غلط على القناة ان انا انشر حاجات زي كده، بس قلت هسيبها على ربنا وهنشرها وخلاص. يبقى حتى ان انا قدرت ان انا اعمل اي حاجة. وبالنسبة للفراخ انا هسأل بجد، والله بجد هسأل على اللي انت بتقوله لي ده، ولو كان حقيقي خلاص يعني هشوف اي حد يذبح لي تاني. انما بجد انا ما اعرفش حاجة زي كده خالص. يعني اول مرة اسمع منك ان الراجل هو اللي لازم يذبح مش الست. فبجد انا هسأل على حاجة زي كده. شرفتيني والله بجد، والله بجد انا فرحت جدا ان انتي معايا، ان انا بكلم اي حد من هناك. ربنا يا رب يفك كربكم كده يا رب، والنصر يكون قريب. حبيبتي.
حبايبي مين معايا؟ ايوه انا جات لي فتره، كنت من 10 سنين. كنت مسافره مع جوزي السعوديه، خدني هناك زياره، قعدت هناك 6 شهور. فطبعا هناك الفراخ كلها مجهزه زي ما انت عارفه. فكنت والله العظيم بجيبها يعني ما تتخيليش، انا كنت بقعد اغسل فيها بطريقه اكنها مش عارفه. بس كنت بصراحه يعني مش هقول حاجه، بس يعني حاسه ان هي يعني جسمي كاشش منها، يعني حاسه ان انا كاشة من ناحيتها كده. فكنت اقعد اغسل فيها كتير جدا، دقيق وملح وليمون، وانقع واعمل لحد ما خلاص بقى احس ان هي خلاص كده قالت لي ارحميني، اقوم انا مسوياها. وبرده في الباميه هناك برضو، كنت لما اجيب باميه، وهي طبعا الباميه جاهزه في اكياس معلبه، فكنت اجيبها اشيلها تاني واقعد امحها من اول وجديد والله. فعشان كده انا بخاف، حتى لو انا وديتها للمحل اللي هو بينظف، في ناس ما عندهاش ضمير، فممكن ان هي تغيرها، تاخد الفراخ ديت مثلا تربية بيتي ومضمونة، ومثلا تديني تحط لي فراخ تانية، والفراخ اندبحت، فانت مش هتعرفي اصلا اساسا دي فراخك ولا فراخ من المحل. فعشان كده اضمن حاجة ان انا ايه، انضفها في البيت. قلت اطلع معاكم الصبح كده والاولاد في الدراسة، ما فيش صريخ ولا مضربات ولا كده. وحماتي نايمة، قلت لها الصبح يا اذبحي الفراخ الاول ولا اوضب لك الفطار؟ قالت لي لا اذبحيهم كده على مصحى علشان عايزه انام شويه. قلت لها ماشي، طلعت بقى رحت عشان اذبحهم، بقى زعلت والله جدا. فقلت ارجع اشوف ما اعمل ايه معاكم، اللي جه بالي كده. عندنا، ما هي دي الموجوده في المحلات بتاعه تنظيف الدواجن. بيذبحوا الفرخه ويحطوها في ميه سخنه ويقوموا حاطينها فيها دي بتشيل الريش. بس بصراحة انتي بقى مش عارفة هي اتغسلت امتى، اتحط فيها كام فرخة. بتبقى برضو شكلها مش عاطفي، بتبقى لونها اسمر كده وكذا فرخة بقى وكذا بتاع، بتبقى بتحس ان هي ملوثة اساسا. هي دي اللي بتبقى موجودة في جميع المحلات بتاع الدواجن. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، يعني حصلت كتير يعني. هي ما حصلت لي من زمان يعني، بس حصلت لي برضو موقف يعني مش شبيه بليه، أسوأ بكتير يعني. يلا، ده جيت في مرة، معلش انا هطول عليكي ولا ايه؟ جبت 70 فرخ ابيض، وقلت ايه هربيهم مشروع، وتربوا معايا وكبروا، وبقيت بقى ايه كل يوم يا حبيبتي ماسكه الورقه والقلم احسب بقى هيجيلي قد ايه وانا هكسب قد ايه وكده. فجيت الفراخ كبرت والحمد لله، وجيت قلت ايه انا هطلع منهم الاول لله قبل ما ابيعهم. ودي والله يا حبايبي قبل برضو ما يعني غلط ان انا اقول حاجه زي كده، بس والله قبل ما بذبح بطلع منهم. فجيت طلعت منهم، وجيت سبحانك يا رب جات لهم شوطة. الشوطة دي تعب يعني. فجبت بقى علاج كتير ومش عارفة ايه، فهم كانوا كبار يعني حلوين، على عايزين بقى يتباعوا. فجيت ايه قلت ما عليكم الاول، فجيت عالجت. جت حماتي قالت لي ايه ما تطلعي منهم، طلعي منهم يعني هم دلوقتي عايزين يتباعوا، طلعي منهم دلوقتي. قلت لها لا انا ما ينفعش ان انا اطلع فراخ تعبانه لحد، يعني هم زمانه هيتباعوا يعني، في ناس هتاخد. فما رضيتش بصراحه، فجيت ادي علاج كل يوم، كنت ارمي منهم يعني كتير. فخدوا علاج كتير قوي، اتفضل منهم 5، يعني هم ماتوا وهم حجمهم كبير. اتفضل ال5 دولت. قالت لي هاتيهم هبيعهم لك. قلت لها ولا انا هاكلهم
ولا انا هبيعهم لحد وانا هسيبهم لحد ما يموتوا، احط لهم اكل وشرب لحد ما يموتوا وارميهم، وان انا مرضاش ان انا اكلهم ولا اكلهم لعيالي، يبقى حرام عليا ان انا اكل حد منهم كده. ما اخدش انا ذنب ان حد ياخد حاجه، ياكل حاجه تعبانه وخدت علاج كتير. وال70 فرخ الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل اترموا، يعني بفلوسهم بمصاريفهم بكل حاجه، وخسرت كل حاجه فيهم. والكلام ده كان بقاله مده كتيره يعني، بس الحمد لله يعني انا ضميري مرتاح جدا ان انا ما اكلتش منهم حد. كان زماني لحد الان شايله الذنب بتاعهم وبفكر فيه يعني، ضميري هيقعد يأنبني على طول ان هي جت كده، وان انا ارميهم احسن من ان انا اكل حد منهم واخد ذنبه. فهي بتحصل يعني، وبالذات انك بتجري في حاجه في ارواح، الارواح دي انك تجري في حاجه في الارواح مش مضمونه. ايوه انا بجيبهم كتاكيت سن يوم. ربنا كريم بيعوض يعني والله، والحمد لله والله ربنا عوضني كتير يعني. من يوم الدورة دي ما حصلت لي، جبت بعدها، بس ما جبتش بقى الكمية ال70 فرخ اللي أنا كنت جايباهم مشروع ده. لا بقيت أجيب بقى على قد أكل أنا، آكل وأطلع منهم يعني إيه. بجيب 20 فرخ، ال20 فرخ دولت يا حبايبي باخد منهم 10 ليا، والعشرة التانيين بطلعهم. أطلع منهم واحد لله، فرخة لله، والتسعة ببيعهم. احنا كده بأمانة يعني. بيطلع بقى لما بعمل كده بحس ان انا ايه خدت المكسب، وان انا يعني ما خسرتش حاجة. بيطلعوا مصاريفهم بقى وكده. فهي يعني هو مشروع حلو، بس ايه على قد بقى. بقيت اعمل على قدي كده، اجيب على قدي وكده يعني. لحد دلوقتي بعمل كده من يوم ال70 فرخ ده بقى، والحمد لله ربنا ميسرها معايا يعني. بس من يوم ما حصل كده بقى ما مرضتش ان انا اعمل العملة دي تاني. الحمد لله. احنا ماشيين والله يعني، الناس بتموت والله العظيم، احنا ماشيين كده ممكن بعد الشر. فبنعمل اي حاجة خير عشان ربنا يعوضه لنا خير في عيالنا. احنا في زمن صعب جدا، بصراحة اي حاجة تعمليها يقعدلك. فربنا بيخلينا على قد ما نقدر، اللي بنقدر نعمله، والحاجة اللي في ايدينا نقدر نعملها لله بنعملها. مهم ان احنا كل واحدة فينا تراعي ربنا في تصرفاتها، في اعمالها، في اولادها. ربنا يهدينا يا رب جميعا. والله يا حبايبي اكتر دعوة بدعيها ان اقول يا رب اهديني. النفس امارة بالسوء، ف ربنا يعلم يعني. اي حاجة بعملها بنية عيالي يعني، اقول ربنا يخليهم لي يا رب ويصلح حالهم. فربنا يصلح الحال للجميع. على فكرة انا مبسوطة قوي ان انا بكلمك، والله انت فكيتي عني كتير. بحط في مية سخنة، بتحط بسخن مية مغلية، وبعد كده بقوم حاطه لها مية ساقعة، علشان المية السخنة هتهري لك الجلد ده. الجلد ده هيتهري منك في المية السخنة. ف... فبحط مية ساقعة علشان ايه الجلد معايا ما يتهريش. بيطلع بقى كده. بس اهم حاجة ما تسخنيش المية قوي، وتحطي الفرخة وتشيلي على طول، علشان انتي لو سبتيها شوية هتجلد معاكي، فالريش هيطلع بالجلد، وهتتعبك في التنظيف. وخبرة بقى يا اختي. ويديك العافية والصحة يا رب، ويفك كربكم عن قريب يا رب. يا رب. والله مصر كلها بتدعي لكم، بجد والله. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي.
خلاص هفكر كده في اللي انتوا قلتهولي ان شاء الله واديلها. وان شاء الله يعني انا بذبح على 40 يوم. 40 يوم هكون ان انا خلاص اللي عندي. يلا حبايبي مين معانا؟ لا والله انا مش بعزم حد، هما اللي بيعزموني. لان اخواتي مسافرين. اخواتي كلهم مسافرين. وتحت لما بيكون في عزومات تحت بننزل كلنا تحت عند حماتي. فبروحش بقى اللي عند والدتي بس، وليا اخ وحيد بقى مدرس. ربنا يبارك فيه يا رب ويديله الصحة ويخليهن. ده اخويا الكبير. شغلي بقى ودروس وكده فما بيفضاش يا حبيبي. وكمان انا متجوزة بعيد عنهم، يعني انا ببلد وهم ببلد. آه، اختي مسافرة مع جوزها في سلطنة عمان. واختي التانية في الامارات. على فكرة اصعب حاجة، صعبة جدا يعني يلا ربنا يجيبهم لنا بالسلامة يا رب وما يحرمني منهم. يا رب ربنا يحفظ الجميع يا رب. الاخوات نعمة بصراحة. يلا حبايبي اجمعوا معانا. يلا شاركونا الرأي. النهارده هاخد الحوايجة بتاع الفراخ يا حماتي تحت. احنا هنا من النوع اللي حماتي كل واحد فينا بينزل لها 10 ايام، يعني اسبوع. احنا 3 سلايف. احنا هنا 3 سلايف. فكل واحد فينا بينزل لها اسبوع. فلما بننزل الاسبوع ده بقى بتبقى اكل وشرب وكل حاجة تحت معاها اكنك عايشة معاها في معاش. فالاسبوع اللي فات سلفتي كانت عامله لها محشي يوم الجمعه وفراخ. فهي حماتي من النوع اللي بتحب الاخضر. فسلفتي عملت لها حله كده. كلت منها صبعين. ونزلت بقى انا يوم السبت حطيتهم في التلاجة. فجت امبارح قالت لي اعملي اقضي المحشي النهارده واعملي جنبه اي حاجه واذبحي الفراخ النهارده يعني، وفي اكله هو مش هتتعبي يعني. فقلت لها ماشي. جيت طلعت بقى الاولاد بصراحه تعبني شويه في المذاكره. فقعدت اذاكر لهم وكده وقلت بلاش ذبيحه النهارده. فهذبحهم بكره لما يروحوا المدرسه الصبح هقوم ذبحاهم. فجت قمت طالعه عامله ملوخيه. وكان عندي بقى بواقي فراخ من امبارح. عملت ملوخيه وعملت رز جنبها وعملت بتنجان وفلفل وسلطه ووضبت الاكل يعني. وجيت العصر رنيت عليها قالت لي يلا نزيد. ونزلنا اتغدينا.
فالمحشي بقى فضل زي ما هو. فقالت لي ما عملتيش مش هنا محشي وحاجات، قلت لها خلاص خليه لبكره. فالنهارده بقى ايه هعمل، هاخد الحوايجه بتاع الفراخ، حوايجه، عارفه الحوايجه، وجنب المحشي بقى وجنب بواقي فراخ تحت، وفي برضو مكرونه بشاميل تحت في التلاجة، ونقضيها بقى النهارده. تعملوا ايه في شم النسيم؟ عندكم شم النسيم؟ بكره عندنا شم النسيم، بس انا والله بفكر ان انا اصوم بكره، انا وحماتي. هي قالت لي صومي نصوم سوا، قلت لها ماشي. فان شاء الله كده هنصوم انا وحماتي وابني بكره وخلاص. نعمل حاجه كويسه بقى على الاكل واحنا صايمين كده، وبقى لا فسيخ ولا الكلام ده. انا بصراحه بحبه جدا كمان، بس بصراحه مش جاي على بالي خالص ان انا اكله بكره يعني. مش عارفه، حاسه انه حرام بصراحه يعني. فقلت ان شاء الله يعني ناويه ان انا اصوم بكره انا وابني وحماتي. انا بنتي بتستنى اليوم ده بفارغ الصبر. انا بنتي عندها 6 سنين، بصي بتعشقه. انا بنتي عندها 6 سنين بتعشق حاجه اسمها فسيخ، والله بجد. عندي جوزي واولادي الصبيان مش بيحبوه، هو معفن بصراحه. هو هنقول حلو، لا هو مش حلو. هو صحي، لا مش صحي، بس سبحان الله بقى بنحبه مش عارفه ليه. بس ان شاء الله يعني بكره انا ما رضيتش اروح السوق النهارده عشان كده، ومش بكره ان شاء الله هنصوم ونقضي يوم عادي كده. كان بنت عند والدتي، كان يوم شم النسيم ده بقول لك لا ده حرام، واحنا مش هنتشبه بالعادات بتاعت قدماء المصريين ومش عارفه ايه. فكانت يوميها تعمل لنا مخروطه وتعمل لنا بط في اليوم ده. فكنا يعني عشان ايه تبقى مختلف عن الايام التانية. لا بناكل رنجة عادي، بس احنا عندنا ما بيحبوش الرنجة قوي. الرنجة دي بناكلها بس لما ايه يعني، ده انا نفسي في رنجة النهارده نجيب، انما مش بنجيبها على طول يعني. تعرفي ان انت ما فيش الا انت معايا والله. عندكم الشغل النهارده؟ اه النهارده الحد. لا احنا عندنا الاجازات بتبقى يوم الجمعه. حتى كانوا بيدوا السنه اللي فاتت، كانوا بيدوا للاولاد يوم السبت اجازه، جم السنه دي مرضوش، قالوا لا السبت حضور برضه. يلا يا حبايبي، مين بيجمع معانا؟ بشيط بس ما قصيتش رجليهم علشان اعرف امسك وانا بشيط،
انما دلوقتي انا هقص رجليهم ودماغهم وكل حاجه فيهم، سايبه رجليهم بس عشان اعرف اتحكم في الفرخه وانا ماسكاها عشان اشيطها، اني لو انا قصيت رجليها مش هعرف امسكها. خلصنا من الوش. انا اسفه جدا على الصوت يا جماعه، انا اسفه. ايوه في ناس بتقولك فيها كولاجين ومش عارفه ايه، بس ما يعني ما حدش بياكل الرجول لوحدها يعني، والرجول كمان يعني لما تكون الفراخ ملزلزه كده بتتاكل، لما تكون الرجول تخينه كده وملزلزه بناكلها. بس بناكلها ايه يعني؟ مثلا انتي عامله الحوايجه دي، انت عارفه الحوايجه يعني ايه الاول؟ الحوايجه دي اللي هي ايه؟ الرقب، الجنحه، الرجول، الكبد والقوانص، دي اسمها ايه؟ احنا بنقول عليها ايه؟ حوايجه، حوايجه الفراخ. دي بقى لما تكون ايه؟ رجلين مثلا في قلب في قلب الحاجات دي على بعضها كده بتتاكل، انما الرجول لوحدها كده، كمية رجول لوحدها بصراحة يعني في ناس بتاكلها، يعني ربنا يحلل كل واحد ذاته، انما احنا بنعملها كده يعني لما تكون ملزلزة يعني كده، تلاقي الرجل ملزلزة كده. بصراحة احنا في ايام صعبة، يعني ربنا يكون في عون كل واحد معاه اولاد ومعاه بيت وبيت فاتح بيت يعني وبيشتغل على دراعه، فدي يعني ربنا يكون في عون الجميع. دي بقى، دي العشق ده هي. دي بقى انا عملتها مرة لحماتي، بصراحة بقت كل مرة بتطلبها مني، اي مذبح فراخ تقول لي سيب الرقبة، بتحبها. ايوه ما انا بقول لك يعني انت حسب النفس بقى، في ناس بتاكلها يعني نفسها حلوة مثلا بتاكلها، وفي ناس ما بتاكلهاش كده. تحب الصدر؟ الف هنا. عندنا بقى في اللي بيحب الصدر وفي اللي بيحب الورك، مش كله، بس عندي زوجي وحماتي بيحبوا الصدر وابني، انما الباقي بقى بيحب الورك. وانا بصراحة الحمد لله يعني نفسي حلوة، اي حاجة ما بقولش لا يعني، اهم حاجة الاولاد عندي. نعمل واحدة واحدة كده وبعدين ايه نغسل بقى. يلا حبايبي كله يجمع معانا. انا مش تابعة البث على فكرة بس قلت اما اجرب كده، جو رايق والاولاد مش هنا،
فقلت اما اعمله كده يعني نشوف رد الفعل ايه. اه جربت وبعمله، بيبقى جميل. بعمله برضو في قلب المحشي، بس بيبقى ايه بقى يا حبيبتي، بيبقى الدجاج الصغنن، يعني الفرخة تكون كيلو ونص، تكون 2 كيلو بكتير قوي، علشان ايه يستوي بسرعة، وفي نفس الوقت ايه الرز ما يتهريش منك او يدقق او كده. وبتعملي الرز بتبقى ايه، بتعمليه نص سوا، يعني بتجيبي الرز وتعمليه بكبد وقوانص وبصل ليه طريقة كده معينة، يعني خلطة كده بتبقى جميلة قوي. وتعمليه على البوتاجاز نص سوا كده، وبعدين تحشي بيها الفراخ، بتحشيها بقى من بطنها وتحت الجلد كده، تبقى حلوة. يا حبايبي، اقول لهم بقى على اللي حصل، اقول لهم وناخد رأيهم كمان. يلا يا حبايبي نجمح كده. اللي حصل بقى يا حبايبي، ان انا رحت دبحت الفراخ، رحت الصبح عشان اذبح الفراخ دي، فهم كانوا 6 فراخ دولت اللي انا كنت سايباهم، فكنت سايبه 2 لحماتي و4 ليا. رحت لقيتهم 5 فراخ وفرخه ميته، فانا مش عارفه بقى ادي لحماتي واحده واخلي ليا ال4 عشان يقضوني، ولا اديلها الفرختين وربنا يعوض علينا بقى ونخلينا ال3. انا بحكي بس حد يدخل. انا عندي دلوقتي على الشاشه انتي بس، لو لقيت حد داخل يعني كده فهقول. بصراحة يا اختي يعني انا شفت الالفاظ يعني مش كويسة، فخفت بخاف من اللايف ده، يعني بخاف فتح اللايف، لان انا مش عارفة، بس يعني يعني هنحاول نحافظ على قد ما نقدر ونعمل. يلا حبايبي اجمعوا كده، يلا حابة يجمعوا معايا عشان اقول لكم اللي حصل النهارده، وتقولوا لي رأيكم، لاني بجد والله محتاجة رأيكم بجد. يلا اجمعوا معايا كده عشان اقول لكم ايه اللي حصل، عشان انا محتاجة رأيكم في الموضوع ده ضروري. يلا كله يجمع. ايوه انتي قلتي اللي انا عايزة اقوله، ويعني بالتعليقات برضو، يعني في ناس ربنا يكفينا شرهم يا رب ويديلهم نفسهم، قاعدين لي الحاجات دي بس، يعني هم موجودين على النت علشان الحاجات دي بس. فانا لو حد دخل وكده يعني، فانا مش هستحمل حاجة زي كده، فبحاول ان انا بقدر الامكان يعني ابعد عن اي حاجة. يلا حبايبي بالله عليكم اجمعوا معانا. انا خلصت الفراخ ومحدش جاي.
ربنا يكفينا شرهم ويهديهم ويهدينا يا رب. يا رب يهديهم ويهدينا كده للصراط المستقيم. اللهم اهدنا لصراطك المستقيم، امين يا رب العالمين. يلا حبايبي اجمعوا كده عشان عايزاكم في موضوع، والله عايزه رايكم في موضوع، يعني يهمني رايكم جدا ومش عارفه اعمل فيه ايه. اجمعوا كده معايا عشان اقول لكم اللي حصل وانتوا تقولوا لي رايكم. والله يا حبيبتي يعني الحمد لله على كل شيء، يعني الحمد لله واحنا راضيين بحالنا وكل حاجه، واهم حاجه بس رضا ربنا. اني احس كده ان والله العظيم قسما بالله ان ربنا راضي عني وكده، وان انا ما بعملش حاجه ان اغضبه فيها. ديت كفايه دي بالدنيا وما فيها. عندي انا بحس ساعتها ان ربنا بيراضيني في عيالي، بيراضيني في جوزي. بييسر لي حياتي، بييسر لي حاجات انا كنت حامله همها، تلاقي سبحان الله ربنا ييسرها لك كده من عنده. فاهم حاجه ان انا راعي ربنا قبل اي حاجه. في نفس الوقت برضو الواحده لازم تحترم جوزها في غيابه. ربنا يكفينا شر الحاجه الوحشه يا رب، يكفينا شرها يا رب ويبعدها عننا. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. مفيش حد كامل في الدنيا، بس احنا يعني الحمد لله بنحاول نراضي ربنا على قد ما نقدر. وربنا يهدينا يا رب ويهدي اولادنا ويصلح حالهم يا رب ويبعد عننا اي حاجه مش كويسه. دام ربنا مكملها معانا بالستر يا دي في الدنيا. ربنا يخليك يا رب يا رب. ربنا يكفينا الشر ويهديهم ويهدينا. ربنا يهديهم ويهدينا يا رب كده والله العيب مش عندها هي، العيب الإنسان اللي هو واخدها ومقعدها جنبه، مش العيب منها هي. الحمد لله. لو النبي ما تعمليها فيا ياه. الموقف حصل دلوقتي يعني الحمد لله، مش عارفة هنعمل ايه. لا بالله عليكي بالله عليكي. اعمل ايه دلوقتي؟ المية قطعت. المية قطعت عليا. المية قطعت عليا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا جاتها الحمد لله يا رب الحمد لله. يلا يا حبايبي اجمعوا كده معانا علشان اقول لكم اللي حصل لي النهارده. الميه قطعت تاني. لا اله الا الله. فتحنا على السخنه كده الميه تسخن مننا. والله بحط يا حبيبتي والله العظيم بحط، بس لما الميه بتكون شغاله وما بتقطعش مده بضطر ان انا اكبها، لان يعني خلاص الميه مش قطعت، ما قطعتش معايا فبكبها. فجيت النهارده ما عنديش ميه.
ان انا انزل املي. انا اصلا كنت عايزه والله انزل انضفهم تحت عند حماتي، بس النت مفيش نت تحت. يلا تعالي بقى والنبي. يلا حبايبي اجمعوا، والله انا عايزاكم في موضوع مهم، عايزه رايكم في موضوع مهم. اجمعوا معايا كده يلا عشان اقول لكم اللي حصل وانتوا تقولوا لي رايكم واعمل ايه. بصوا يا حبايبي، انا معايا دلوقتي 4. اوعوا تمشوا، استنوا اسمعوني كده واكتبوا لي في التعليقات رايكم. انا دلوقتي كان عندي 6 فراخ. ال6 فراخ دولت كنت سايباهم لحد ما يكبروا خالص، وبسم الله ما شاء الله كبروا، يعني الواحد فيهم 3.5 وداخله في 4 كمان. فكانت حماتي ليها 2 فيهم وانا ليا 4. فجيت اروح اذبح الفراخ، لقيت واحده ميته كبيره جدا والله. يعني انا زعلت عليها بس الحمد لله. يعني اختي القدس والله العظيم بجد يعني خففت عني كتير. الميه جت، الميه جت يا جماعه الحمد لله. فانا دلوقتي مش عارفه اديلها فرختين ولا اديلها فرخه واخلي لي انا ال4، ولا اديلها هي واحده ولا اديلها 2 وخلي لي انا 3. يلا يا حبايبي اقول لكم تاني اللي حصل يا حبايبي بقى النهارده. ان انا كان عندي 5 فراخ. ال5 فراخ 6 فراخ. ال6 فراخ دولت يا حبايبي كبار، سبتهم لحد ما كبروا بقى الفرخه 3 كيلو ونص 4 كيلو. فبعدين الله يخليك. فبعدين رحت الصبح عشان اذبحهم. الفراخ دي يا حبايبي حماتي ليها 2 وانا ليا 4. فروحت الصبح علشان اذبحهم، لقيت واحده ميته كبيره جدا، وهي ما تعرفش، حماتي ما تعرفش لسه نايمه. فانا مش عارفه اديلها واحده واخلي لي انا ال4 بتوعي زي ما هم عشان يقضوني، ولا اديلها ال2 واخلي لي 3 ورب. الحمد لله. يلا انا معايا 3، اكتبوا لي رايكم. تسلمي لي يا رب. يلا قولوا لي اعمل ايه. والله كلهم بيقولوا لي كده، بيقولوا لي انت بتنضفي الفراخ بسرعه قوي. السلام عليكم، اجمعوا يلا. يلا يا حبايبي، محدش قال لي اعمل ايه في الموضوع. لا ما بنعملش حاجه زي كده خالص. احنا ما عملنا حاجه زي كده. ازاي يعني؟ بتاع الحواجب بتعملي بالفراخ؟ ما انا خايفه اقفل وارجع افتح تاني البث بيروح. لا عارفه تعملي ايه؟ اما يكون فيها بتاع كده للفراخ او البط، وبالذات البط، بتجيبي دقيق ذره، شويه دقيق ذره، وتقومي دهكه بيه، تنشفي الفرخه خالص الاول، وتقومي دهكه بيه الفرخه. الدقيق الذره دوت بيبقى خشن، فبيفرك لك اي ريش او اي حاجه باقيه في قلب الفرخه فبيطلعها. وبعد كده بقى بتشيطي. انتوا مش بتشيطوا عندكم؟
وبرضو التشييط بيشيل اي حاجة في الفرخة، يعني انك بتشيطي الفرخة بيشيل اي بواقي ريش او كده. والله التشييط حلو جدا، انا بحس لما بشيط الفرخة بحس ان هو يعني شال الزفارة منها. يلا حبايبي اجمعوا معانا، محدش قال لي نعمل ايه في الموضوع بتاعنا، محدش ادانا رأيه. نقول تاني، نقول حصل ايه تاني. هنا كان التليفون هيقع، الحمد لله ما وقعش. ايوه. دلوقتي هنجيب دقيق وادعكها بدقيق وملح، بعمل خلطة كده بالمية، دقيق وملح ومية، واقوم دعكة فيها الفراخ، واقوم اغسلها. الدقيق والمية ده حلو قوي، وبرده الطحينة، الطحينة جميلة جدا، بس الطحينة غالية يعني. مش عارفة والله يا اختي، والله ما اعرف، انا فتحت البث وخلاص يعني، لان انا اللي فتحت النت فقالوا لي ايه التحميلات اللي انت عاملاها. انا كنت بصراحة حابة والله بجد كنت بصراحة حابة المحتوى ده قوي، ان انا انزل خطب دينية وقصص وكده، فقلت منها ان هم الناس تشوفها وتتعظ يعني، وان انا كمان اسمعها واستفيد، يعني الناس تستفيد منها وانا استفيد. بس لقيتهم بفتح يعني كذا واحد ان هو ايه بيشتغل في النت وكده على حاطط فيديوهات، لقيته بيقولك دي محتوى ايه معاد استخدامه، فالمحتوى دوت هيشيلك القناة خالص. طيب 3000 طب اعملي لي بقى دعاية يا شيخ. فقال لي المحتوى دوت هيشيل لي القناة خالص، فبصراحة انا حابة الموضوع، يعني مش هكذب عليكي انا حابة الموضوع، فخفت ان القناة تتشال، فقلت بلاش بقى ان انا احط حاجة وخلينا ماشيين في السليم كده، وان شاء الله يعني ادام احنا نيتنا خير فربنا هيجازينا خير. ايوه هي في حقوق طبع ونشر دي، فقلت خليني في المحتوى بتاعي وخلاص، وحبة حبة ان شاء الله ربنا هيكرم يعني. يلا يا حبايبي اجمعوا معانا قبل ما نشوف الفراخ هنعمل فيها ايه. ربنا يعطيك انتي الف عافية وصحة يا رب.
انا عندي طبعا صدور كتير في التلاجة بنقيه، كنت خاليه كتير المره اللي فاتت، فدي ان شاء الله يعني مش ناويه اخلي المره دي. اجمعوا يا حبايبي بقى عشان نشوف هنعمل ايه في فرختين حماتي بالله عليكم. شوفي ما شاء الله الصدر بتاعها كبير ازاي. مش عارفه انا اقطع الصدر على 2 ولا على 3، لان هو 2 هيبقى كتير قوي، وانا الاولاد ولادي ما بياكلوش قد كده. ما انا بقولك انا عندي كتير في الفريزر، عندي صدور كتير، يعني كنت خاليه الصدور بتاعه المره اللي فاتت، كنت مكبراها برضو بتاعه الدوره اللي فاتت وخليتها كلها، وجبت الدوره بعدها على طول، فما نهيتش ان انا اخلصه، فيعني عندي يعني كميه حلوه في الفريزر تقضيني، فمش عايزه ان انا اطلع منها. الحاجات دي كلها هعملها من الصدور اللي في الفريزر. نخلي بقى الصدور نشوف ايه. مش عارفه والله اقطعهم قد ايه، لان حاسه ان الصدر كبير. ما انا بعمل كده، بس بحط بقى مش نص فرخه، بحط على قد ما انا باكل انا واولادي. يعني مثلا الاسبوع اللي حماتي معايا فيه بزود فيه، الاسبوع اللي انا واولادي بس فيه بطلع اكياس صغيره، فحسب ايه بقى ما انت موجوده انتوا، حسب الاسبوع بتاعي هو ده اللي بطلع فيه. يعني ده مناب كويس جدا بالنسبه لايه، للاولاد او ليا او كده. هو بسم الله ما شاء الله صدر كبير جدا، فده مناب كويس جدا لاي حد يعني. فلما باجي احط بقى ايه بوسطه كده اهو، شايفين الصدر قد ايه. فبوسطن يعني بحط مثلا مناب كبير مناب صغير كده، يعني على حسب ايه كل عيل في اولادي بيحب ايه. هما طبعا انتوا عارفين الاولاد اساسا ما بيكملوش المناب بتاعهم، فعشان الاكل ما يباتش فبحاول ان انا ايه اعمل على القد بس. بصراحة احنا في ايام صعبة بجد. ده بالنسبة لي مناب كبير جدا اهو، ممكن كمان اقطع منه دي اهو. عايزين نحط حاجة نجيب فيها مية. دي يا حبايبي فرخة، انتوا عارفين الفرخة جابت كام مناب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 منابات. الفراخ لما بتكون كبيرة بترمي كتير يعني ما شاء الله. ساعات بقى ابني يجي يقول ايه انا ما بحبش ما تعمليش فراخ، انا عايزه مثلا بط، انا عايز حاجه تانية، فبيبقى الحاجه يعني الحمد لله كل حاجه موجوده في البيت، فبطلع من ده على ده يعني، حسب اللي هم عايزينه بعمله، اللي هم بيطلبوه بعمله لهم.
دي عايزة تنضف. يلا حبايبي اجمعوا معانا. السلام عليكم. والله انا عايزه اشارككم معايا السطح. انا مش بربي على السطح، احنا بنربي يعني في طيور بربيها على السطح وفي طيور بربيها في بيت تاني قصادنا كده بالظبط. لان الفراخ البيضة وحاجة تانية كده الارانب ما ينفعش على السطح، يموتوا على السطح، يجي لهم احتباس حراري. انما السطح بقى حاطه فيه البط، الفراخ الساسو كده، يعني الحاجات اللي تستحمل بقى، وبحطها عليه لما يكبروا. يعني لما الطيور باخد يعني احضن تحت في البيت التاني ولما يتحضنوا بقى كده يعني عندهم شهر ولا كده، اقوم ايه حاطه فوق السطح. يعني الدوره اللي فاتت دي كنت انا جايبه معاها فراخ ساسو. لا خلاص كده الفراخ البيضه راحوا خلاص الحمد لله، الدوره دي خلاص ذبحتهم. الخمسه دولت والخمسه التانيين كنت ذبحهم صغيرين شويه قبل دول، والتانيين الحمد لله ربنا كرمنا فيهم وبعتهم وخلي كده خلصت بقى. ان شاء الله نجيب الدورة التانية، انضف المكان كده واطهره بجير كده وانضفه يعني، واسيبه كده يومين اتنين، واجيب الدورة التانية ان شاء الله. الدورة اللي قبل دي كنت جايبة معاها فراخ ساسو، يعني كنت جايبة كام يا ربي، كنت جايبة 20 و10 ساسو. العشرة الساسو دول اتربوا معاهم وكانوا ما شاء الله عليهم، كانوا بياكلوا عليه بقى معاهم. فلما جيت ذبحت بقى الدورة اللي قبل دي، يعني خلاص خلصت الفراخ وذبحتها، شلت بقى الفراخ دي طلعتها فوق السطح عشان ايه كنت بطهر المكان. فانا بعمل كده بقى. الدورة دي برضو كنت جايبة معاها بط مسكوفي، كنت جايبة معاها 10 بطات مسكوفي برضو، طلعتهم فوق برضو. بخلص الدورة كده اقوم ايه واخدة الفراخ الحاجة الموجودة معاها واقوم مطلعاها فوق، والفراخ بذبحها والمكان بقى بطهره. ربنا يبارك لك يا رب. عندي والله عندي حمام، مربية حمام، بس مش عارفة ماله بقاله مدة ما بيبيضش ليه. انا حبساه ما بطيروش بصراحة، لان كنت حبساه. فبعدين جيت في مرة كان الأوضة فيها فار، بيت بنية وبيت قديم، فأنا فتحت الشباك علشان القطة تدخل تصطاد الفار، فالحمام طار منه 6 جواز. استنى ان هم يرجعوا تاني، ما رجعوش ولا الفار طلع، والفار فضل والله موجود. جيت بقى واحد كده مهندس عندنا فتح مزرعة، فاداني سم فران بتاع الغلة، قال لي حطيه وحطي فوقه قفص، وهو ان شاء الله هي يعني بياكله. بقول له ما هو لو مات في قلب المكان انا مش هعرف اطلعه يعني، ومش هعرف اشيله. قال لي لا، هو نوع السم دوت ان هو بيتحط، الفار بياكله بس بيروح في مكان بعيد يموت فيه، ما بيموتش في نفس المكان اللي هو قاعد فيه. فربنا يبارك له يا رب، هو مهندس يعني بيعمل خير كتير يعني، بيجامل يعني بيخدم خدوم. فمن يوميها بقى وانا جبت المتاع دوت السم ده، وقمت جايبه قفص وحطاه وحاطه في قلبه السم في طبق ومغطياه. بقى في فتحه صغيره خالص من تحت كده، الفار بقى بيدخل، لو دخل اي فار او كده بيدخل فيها ياكل ويمشي، يعني ما فيش حاجه بتموت في الاوضه الحمد لله. وادام انت مروقه المكان وما فيهوش كراكيب وكده، فما فيش اي حاجه وحشه بتيجي فيه. من يوميها بقى ال6 جواز دولت راحوا.
فبقيت اخاف ان انا افتح الاوضه تاني عليهم علشان يعملوا. يلا يا حبيبي بقى اجمعوا معانا عشان اقول لكم بقى تقولوا لي اعمل ايه. على فكره انا قطعت فراخ حماتي ومش عارفه اعمل معاها. لا ده كفايه كده. انا هسيب الفرخه دي بحالها عشان انزلها لها، والصدرين دولت برضو هسيبهم كده، هي بقى ايه تقول لي اعمل فيهم ايه اللي هي عايزاه انا اعمله لها. ومحدش اداني رايه بقى انا اعمل ايه دلوقتي. على فكره احنا هنا حوالينا في فران كتير حوالين البيت. احنا في اراضي زراعيه، احنا بيتنا في اراضي زراعيه، والاراضي الزراعيه دي بتبقى فيها فران كتير جدا. بس الحمد لله احنا لازم نقفل كويس، احنا مقفلين كويس الحمد لله. لان احنا عارفين ان حاجه زي كده ممكن تحصل فبنقفل. كده دولت كده الفرختين بتوع حماتي دولت يا حبايبي، انا هاخدهم تحت لان انا كده كده اصلا هنزل، فدولت هنضفهم تحت. هي بقى تقول لي اعملي فيهم ايه، هعمل لها اللي هي عايزاه فيهم وانضفهم لها واحطهم في الفريزر. يبقى انا دلوقتي ايه هعمل فراخي بس. ربنا يبارك لك يا رب. والله يا حبيبتي احنا بنتكلم كتير وكده وخلاص يعني، مهما تزعلي ما سبحان الله يعني انا اهلي مربيني ان انا ما اشيلش. انا بزعل اي نعم. لا في، احنا حاطين تحت بيبان الشقه سدادات، والشبابيك البلكونات اللي ورا على طول بقى بعمل بنشر مثلا داخله انشر ولا كده واقفل ورايا على طول. يعني عاملين احتياطاتنا يعني عشان حاجه زي كده سهل جدا ان هم يدخلوا. وبالذات بقى ايه لو انت حاطه حاجه في البلكونه، يعني انت مثلا لو في كراكيب في البلكونه يدخلوا بيدخلوا تحت الكراكيب دي، يقعدوا فيها، يقعدوا تحتها، يستخبوا تحتها. يعني اي ما يشوفوا الباب بقى اتفتح يقوموا داخلين على طول. انما لازم البلكونه على طول تكون فاضيه. شفت البلكونه بتاع الكانون؟ انت شفت الفيديو بتاع الكانون؟ اهي البلكونه دي بقى هي اللي ايه اللي ممكن يدخل منها فار بعد الشر يعني. بس الحمد لله يعني احنا عاملين حسابنا والبلكونات فاضيه خالص وكده. حتى اي حاجه فيها معلقاها، يعني مثلا الحاجه اللي انا بولع بيها الكانون او كده الخشب او كده مأمنة يعني على الحاجة علشان هي ما يبقاش ليه حجة ان هو يدخل يستخبى مني في اي حتة. ربنا يبارك لك يا رب. انا من نوع كده والله، بهب بس ايه بنزل على ما فيش. ازعل ازعل ازعل، وممكن يعني في وقت ساعتها اللي انا زعلانه منه ده اكلمه عادي خلاص ما فيش حاجه. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، والله والله ولي كمان حبيتك خالص. يلا يا حبايبي اجمعوا معانا. يلا مين معانا؟ والله يا حبيبتي في كتير، بس يعني الوحش يعني غطى على الحلو، فربنا يكفينا شر الوحش يا رب. اه الحمد لله الحمد لله يا رب. ربنا يهدينا ويهدي الجميع يا رب. ربنا يهدينا والله. وانا ماشيه اي مشوار وانا رايحه اي مكان يعني رايحه اجيب طلبات او اي حاجه،
وانا ماشيه كده اقعد اقول استغفر الله العظيم يا رب، يعني اقعد اقول اذكار كده وانا ماشيه. يعني انا من النوع اللي ماليش خلطه بحد يعني. من بيتي لتحت، يعني اسبوع حماتي تحت، انزل اشوف طلباتها وكده واخلص الاسبوع واطلع على شقتي. ممكن اقعد على في شقتي الاسبوع ما انزلش تحت خالص، لان طلباتي بجيبها في يوم واحد في الاسبوع. يوم الجمعه مثلا، يوم السوق. فساعات بسوق سوقين اتنين مع بعض. والحاجات بقى الأساسية اللي بجيبها من السوبر ماركت ديت بجيبها يعني على بعضها، يعني بجيب الحاجات يعني بكترة. أنا بحب الحاجة موجودة في البيت عشان ما اروحش. حاجات بقى مضطرة ان انا اجيبها مثلا، حاجات سندوتشات الاولاد خلصت او كده، او طلب من البلد او بيض او كده، ابني بيروح بالعجلة يجيب لي اللي انا عايزاه ويجي. انما انا من النوع اللي ايه بطاطية شوية. هو انا طبعي كده والله يعني. ما بحبش يعني اختلط بحد يعني كده. يعني السلام عليكم وعليكم السلام، عامله ايه؟ اقابل حد في الشارع مثلا، السلام عليكم ازيك عامله ايه، بتكلمني اكلمها. انما انك تصاحبي كده وتمشي بقى وكده لا. يعني البعد احسن يعني. يعني من النوع اللي بيقول لك ايه، اكفي خيرك شرك. والله احنا متربينا كده برضه، كان عندنا في بيت اهلي برضه كنا كده يعني، ما ملناش خلطه بحد وبابنا مقفول علينا وكده. مع ان والدتي ربنا يديها الصحه يا رب كانت خياطه ترزيه يعني. وكانت بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني كانت شاطره جدا جدا في مهنتها. وناس كتيره جدا كانت بتدخل بيتنا، يعني كان في ناس كتير جدا بيدخلوا بيتنا يعني بحكم الشغل بقى. فاحنا برضو كنا كده يعني، سلام عليكم ازيك يا طنط عامله ايه وبس. ملناش خلطه ان احنا نقعد مع حد، ولا ان احنا مثلا ماما عندها ناس ان انت تنزلي تعملي كده لا. فاللي انت بقى اتربيتي عليه جيتي هنا معرفتيش تغيريه. هي كده يعني متعوده على كده. حتى والله ناس كتيره تقول لي انت مختفيه فين، يعني لما بنزل اسبوع حماتي تحت، يا بنتي انت كنت فين؟ اقول لهم انا كنت فوق. انا فوق على طول. يجوا مثلا يقولوا والله كنت اقول لهم كده، انت فين انت مش باينه ليه؟ اقول لهم اصل انا عامله بيات شتوي. بيات شتوي يعني انا فوق بقى مش هنزل. كبد والقوانص بتوع الحاج عواطف. يلا يا حبايبي، محدش جه ليه؟ احنا هنقفل البث ومحدش دخل فيه. بس انتي والله بيهم كلهم. يلا يا حبايبي، يلا اجمعوا معانا كده. والله بقى هو تعود. يعني الواحدة كانت بتتضايق كتير، فانا قلت هعمل القناة ديت على اساس ايه، يعني بتسليني. والله بجد بتسليني يعني. بضيع الوقت فيها وكده خلاص بقى. هو طبع يعني، الواحدة لما تكون طبعها كده صعب جدا انها تغيره. يلا يا حبايبي، كله يجمح كده مين معانا. تسلميلي والله. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب اهدينا يا رب، واهدي أمة محمد أجمعين.
داخل معانا. يلا يا حبايبي اجمعوا معانا. يلا يا حبايبي مين هيدخل معانا؟ السلام عليكم. ده دقيق على ملح، ده دقيق على ملح، بربه كده في ميه يضيع اي زفاره من الفراخ. حطي كده عليه شويه، تنقعيه فيه شويه، بيشيل اي زفاره من قلب الفراخ وبيخليها ريحتها حلوه. بعد ما بنقعه بقى في المحلول دوت، بقوم انا غسلها كويس وهعصرها، حطها بقى في ميه بيضه وحط عليها ليمون، تتنقع بقى شويه وخلاص، وبعد كده بقى تتكيس وتتحط في الفريزر. خلاص خلصنا ومحدش دخل معانا. مين هيدخل معانا البث؟ تسلمي يا حبيبتي، يا رب تسلمي لي. خلصنا خلصنا ومحدش دخل معانا. يلا يا حبايبي اجمعوا كده. والله يا حبايبي فعلا اللي قال الكلمه ديت ما غلطش.
بيقول لك الشغلة البدرية منسية. حبايبي يلا اجمعوا معانا. والله انا كنت عايزه اسالكم على حاجه ومحدش عمل، فخلاص يعني جت من عند ربنا واختنا هنا قالت لي اعملي كذا كذا كذا، يعني انا كنت متردده يعني، بس الحمد لله. يلا مين معانا؟ الراجل اللي داخل على البث يعمل لايك، اي حد يحط لنا لايك. يلا مين معانا؟ يلا مين دخل معانا؟ حبيبتي تسلمي لي يا رب، ما تحرمش منك ومن ذوقك والله العظيم فرحتيني خالص. انا بس كفايه ان انا اتكلمت معاكي، والله انت بجد يعني فرحتيني قوي يا قلبي. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي، ما تحرمش منك ابدا يا رب. تسلم يا رب يا رب كده، يا رب يخليكي كده ويقدم لك اي شيء صالح انت تتمنيه، اللهم امين يا رب. يلا يا حبايبي مين اللي داخل معانا؟
يلا اللي دخل معانا حبايبي اعملوا لايك، اللي يدخل في البث يعمل لي لايك، اعملوا لنا لايك، شجعونا كده. يا حبيبتي الله يخليك يا رب، تسلمي لي يا رب. كده بقى انا خلصت، اسيبهم بقى، اسيبهم كده منقوعين على منزل بقى ايه، نوضب الفطار وانضف لها الفراخ بتاعتها اهي، انضفها لها بقى تحت كده واشوف هي عايزه منها ايه وانا اعمله لها. واشوفكم بقى على خير. نسيت دول نسيتهم، نغسلهم بقى غسله حلوه كده ونحطهم عليه. هسيبهم بقى يا حبيبي كده يعني محطوطين في الميه بليمون لحد ما اطلع. لما اطلع بقى ان شاء الله كده اقوم شايلاهم من الميه، حطاهم في مصفى كده، يعني حوالي كده 5 دقايق في المصفى ان هم يصفوا ميتهم خالص، علشان لما يتحطوا في الفريزر ما يبقاش في قلبهم ميه. تيجي انت تسيبي بقى يعني تفكي، تلاقي المنابات كده بتتفك لوحدها. هسيبهم بقى كده فيها لحد ما ايه، ما نخلص تحت ونطلع. يلا يعطيكم العافية كده يا رب كده ويبارك فيكم، وعايزاك على طول تبقوا معايا وتشجعوني ان شاء الله نبقى مع بعض. يلا بحبكم في الله واشوفكم في بث كتير، يعني لو عملنا ان شاء الله بث جديد. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. هتوحشيني والله، والله بجد، يعني انا مبسوطة جدا ان انا اتكلمت معاكي وكسبت اخت جديدة كمان. تسلمي لي يا رب. مع السلامة. سلام.